اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر حصري عن الفنان حسن الرداد، وإليكم التفاصيل. حسن الرداد: دموعي غلبتني لما شفت ابني لأول مرة، وإيمي صحتها جيدة. تحدث الفنان حسن الرداد خلال استضافته في أحد البرامج عن اللحظات الأولى من إنجاب مولود الأول فادي قبل شهر، وعن التقارب بينه وبين نجله في الملامح، مرورا بكواليس وطرق تربية الأم وتعاملها معه. كشف الفنان حسن الرداد عن رد فعله الأول حينما رأى وجه مولود الأول فادي، الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بشقيقه الراحل، قائلا: سعيد جدا، وكانت لحظة صعبة. أول ما شفته دموعي غلبتني مرة واحدة، حسيت بمسؤولية وعايزة أعمل له كل حاجة في ثواني. كنت مبسوط جدا بصراحة. وعن تشابه الابن فادي مع الأم أم الأب، قال الفنان حسن الرداد: حاسس إنه شبه إيمي أكتر من يوم ولادته، وأنا يومي مقلوب، بنام الساعة 9 الصبح وبصحى آخر النهار. إيمي بتعمل له كل حاجة، أنا بسهر كنوع من الدعم ليها واقعد اتفرج على اي حاجة. وعن حالة زوجته الفنانة ايمي سمير غانم الصحية بعد الولادة، قال انها جيدة لكنها منشغلة بالطفل، لذا فهي مختفية عن الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. كان الفنان حسن الرداد ذكر سبب ابتعاده عن تسمية ابنه على اسم حماه الفنان الراحل سمير غانم. قال: من زمان، حتى من قبل ما اتعرف على ايمي، كنت بقول لو جبت ولد هسميه فادي على اسم اخويا الله يرحمه، ولو خلفت بنت هسميها فادية، ده من زمان على اسم امي يعني. فمن زمان الموضوع ده معروف للناس كلها. وكان اعلن الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة ايمي سمير غانم من خلال نشر صورة تجمعه بنجله الاول، الذي ظهر ممسكا باصابع يديه، وعلق على الصورة قائلا: الحمد لله، ربنا رزقني في نفس يوم ميلادي بالطفل فادي، اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لهم فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر، وأرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب، وأن تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.